دكتور محمد، حد كبير في السن جالنا وقال لك يا دكتور محمد انا عملت عمليه، وهو عنده حاجه داخل في 60 سنه، عملت منظار وعملت رباط صليبي، وانت ضحكت لي كده وقلت لي ما استفدش من الموضوع. عشان احنا يعني كنا قاعدين بنتناقش في الحاله اللي قبلها، وكان برضو عيان كبير وعنده وداخل بالرنين وفي قطع غضروف في الركبه، وبتسالني ليه ما نعملوش منظار. قلت لك الحالات دي بتعمل المنظار ومش بتتحسن، وبيجي المريض بيشتكي ان هو ما استفادش حاجه من العمليه، فمفيش داعي ان احنا نعمل له عمليه ليه؟ المنظار. لان الركبه فيها خشونه وفي قرحه في المفصل، ودي مش هتتعالج بالمنظار، المنظار مش هيقدم له حاجه. فالحل للعيان اللي جالنا ده على حسب بقى الشكوى بتاعته والاشعه العاديه بتاعته، نشوف درجه الخشونه من الدرجه الكام، ونشوف درجه التعامل الامثل مع الخشونه في الحاله دي.